والمحللين يعني المحايدين ممكن لايفين الى الدبليو، طبعا هي من سيزون 1. سامال، انا، بس نايف ممكن يتذكر. ما كان فيه. اللايفات الثانيه اللي موجوده كانت لايفات صفحات رسميه لمشتركين. خلص وصل السؤال. اليوم لا. السبب بسيط جدا، لانه احنا اليوم العالم حبت فكره التحليل واللايفات. اليوم سوري منك، الجميع صار عنده لايف، الجميع بلا استثناء. اي شخص اليوم موجود معنا عنده لايف، في كثير ناس عندها لايفات، واصبح كل واحد عنده اصدقاء معينه، عنده معرفه وقرب من ناس معينه، اصبحت تطلع تفتح لايف ويقول لك انا بحلل. المحللين كثروا، القستات كثرت، الناس كثرت، فاصبح الجميع يفتح، وكل واحد عنده مشكله مع شخص اخر، كل واحد عنده صار في هوس ارقام. وكمان هذه ضيفها، ما بحكي لك اصلا كثرت المنافسين وكثروا اصحاب اللايفات وكثروا المحللين، وفي منافسه وفي احقاد شخصيه وفي تصفيه حسابات، كثير اشياء كثير، مش شوي. الوضع زمان بسيزون 2 ما كانت العالم كلياتها تعرف انه في بالتيك توك لايفات تحليل لقسم ونصيب. بسيزون 3 بالعكس انت عارف بسيزون 4 عم تكثر، بسيزون 5 راح تشوف وجوه جديده. اسالك سؤال، بالعكس خليني بعلمك معلومه. قديش في ناس جديده اليوم، قديش اليوم في ناس جديده على الساحه لا شفتهم انت لا بسيزون 4 ولا بسيزون 3، وقاعد تشوفهم اليوم عندهم لايفات وقاعدين يحللوا ويحكوا كانهم عندهم. خليني بقول لك شيء. كل شيء قول. اليوم يعني مثلا سيزون 4 وسيزون 3 يعني ارقام اللايفات المحللين اصعدت بشكل يعني غريب، وارقام المشتركين حقين قسم ونصيب طاحت. يعني لما تتكلم عن ارقام مشاهدات مشتركين سيزون 2 تتكلم على 30,000 27,000 25,000، اقل واحد فيهم سامي 7,000 8,000 لما يفتح لايف. اليوم تشوف المشترك يطلع بالحلقات لايفاته ما تتجاوز 2,000 واحد من مجموعة مشتركين. قاطعتك لأن مركزين بالدعم ومركزين مثلا صارت لايفات التحليل أقوى صارت. بالضبط، لأن لايفات التحليل يركزون بالفانزات ويركزون بالمشاهدات، ودائما مثلا الفانز لما يتابع البرنامج أكيد عنده تساؤلات، فما بيروح عند المشترك لأن المشترك ما يجاوبهم، يروح عند المحلل اللي عنده تسريبات واللي عنده حقائق، فهو بيستمتع أكثر، يعني ياخذ العلوم منهم بدل ياخذ من المشتركين. المشتركين يعني صاروا يلتزمون الصمت ويشيكون فتن من تحت لتحت عن طريق مشرفيهم، عن طريق الفانزات، وهم ساكتين بس يجمعون الدعم، هذه شغلتهم، فأكيد راح يملون. هذا رأيي صراحة. تسمحوا لي امسي عليكم بالخير. اسفه محمد كالعاده لازم اقاطعك. حياك الله. اهلا تامر ليو محمد لا تومان محمد حبيبتي جاب الغنايم بعد وجهي. شلونك 90 شخبارك وروحي مشكوره وجودي من زاد. ما قلبي مريومه قلبي يا عمي ايماني لا هلا يا ليو هلا وغلا. والله وايد لفتت نظري مرايبكم مواضيعكم. سامال شكرا ما تقصر. بالنسبة لسؤالك تامر، ترى انقسامات الفانزات أثرت. يعني قبل كان الفانز كله يجتمع بصفحة واحدة، فهي تكون الصفحة الرسمية أو تكون صفحة تحليل. بس بعد الهوشات اللي صارت يعني الفانز نفسها انقسم نصين، وفانزات العلاقات تطشرت، فصار في وايد لايفات كل لايف يحتوي جزء من هالناس. لكن الشجاعة تغلب الكثرة، وانا اعطيك الدليل الذي بيد العب الغنم ولا يحسب حسابها. الشجاعة تغلب الكثرة، يعني اللايفات اللي لها صيت واللي موجودة من بداية سيزن 1 أو سيزن 2 هي اللايفات الكبيرة اللي متواجدة على الساحة واللي ما عليها غبار. يعني هذه وجهة نظري بهذا الموضوع. بالنسبة لموضوع التسامح كنتوا تسولفون عنه قبل شوي.
هم لفت نظري بما إن إحنا مقبلين على رمضان وشذي، فللأمانة أنا حبيت وايد أصفي مواضيعي وأصفي الأمور اللي علي. في يوم من الأيام كنت يمكن ماشية ورا توجهات جماعية، تكلمت عنها بلسان الفرد، وكان هذا أكبر غلط أنا طحت فيه مع الأسف. فالحمد لله وعيت، صحيت، تعلمت. فأعتذر من كذا شخص ممكن أنا ضايقتهم، ومنهم أنت تامر، يعني حابة أعتذر منك، وعزيز وغالي وأخو ولك مكانتك. بس أنا تكلمت عن كل المواضيع اللي ممكن الواحد يتكلم عنها. أخت عزيزة يا إمام، ما صار شيء. تسلم، ما تقصر. دقيقة ثامر، أنت شو مسوي اليوم كل هالناس تجي تعتذر منك؟ شنو السالفة؟ السالفة؟ الحمد لله، الحمد لله. النية الطيبة، النية الطيبة لارا، النية الطيبة، يا الله لك الحمد. اللهم لا حسد. هذا الوعي، هذا الوعي إذا انتشر عند العالم خلاص وعوا وعرفوا وين الصح من الخطأ. اليوم كم شخص جالك؟ يعني. اليوم كم شخص؟ لارا والله العظيم الإنسان ساعات يطيح بقفلة، أو إنه هو يكون مثلا قاعد يغلط ويدري إنه هو قاعد يغلط، بس يتمسك بالغلط لآخر لحظة على باله إنه بيوم من الأيام بيطلع هو الصح. لكن مع الأيام ولما تبدأ تطيح الأقنعة وتنكشف الوجيه، الواحد يبدأ عاد يراجع نفسه ويراجع حساباته، يعرف نفسه وين غلط، يعرف نفسه وين فكر غلط، ويعرف نفسه وين وجهون ناس غلط. فحتى ليو قال شيء حلو مساء، قال مشكلة الإنسان لما يتبنى رأي أصدقائه أو يتبنى رأي الجماعة اللي معاه، ويصير تصير هذه قضيته أو تصير هذه مشكلته. فمع الأيام راح يبدأ يستوعب إن الناس ما كانت تستاهل، صريح العبارة. انت راقية من يومك وانا عارفة حبيبة قلبي لارا، اكيد عارفة شازل معرفة. تامر ممكن محترمة، وتامر هم محترم، يعني ما حاجة اصلا، يعني انتم اصحاب وكل احنا اصحاب ان شاء الله. هذا التيك توك ترى ايام ورايح اصلا. اكيد. والله شوفوا، يعني اللي يقول وش بينك وبين وليش فلان وعلان جو يعتذرون، بالعكس يعني ايمان كل الاحترام والتقدير لها. هو لأنه أصلا أنا ما سويت لهم شيء وما بيني وبينهم شيء، وممكن أنا قلتها قبل كذا، وقلت ممكن الإنسان يخطي وينجر ورا ناس ويندفع، ما أدري عاد إيش الأسباب الاندفاع، وياخذ موقفهم ويخوض مشاكلهم، وهذا خطأ، وكل الإنسان يخطي. أنا تكلمت عن نفسي أنه أنا أخطيت، ممكن هذا اللي خلاهم أو شجعهم إنه لما جيت أنا واعترفت أنا شخصيا إنه أنا أخطيت وأنا انجريت وأنا نزلت في المستوى وأنا سويت الأشياء اللي كنت أنتقدها في يوم من الأيام، ولكن وقفت وقفة مع نفسي وراجعت نفسي، وهذا قرار شجاع إنك أنت تكون في الوسط المعمعة وتطلع وتقول أنا غلطان، فأنا أوقف هنا وأرجع وراء وأصحح أموري. فممكن هذا الشيء شجعهم، وشاف انه حبوا انهم يعني يصححون بعدهم مواقفهم. كل الاحترام والتقدير لهم ابدا. انا مسامح اي شخص يجي ويعني وحاب انه ينهي معي. انا اصلا ما عندي، بالاصل ما عندي شيء. هم يمكن يستحون لانه انا ما عندي شيء معهم من الاصل، ولكن هم اخذوا مواقف غيرهم وانجروا معها في يوم من الايام واخطوا. انا اقول لكم مسموحين، لانه بالاصل انا ما بيني وبينكم شيء. يعني اللي ما سامحك صار الساعة اللي احكي واحد بكم ما يخليه اخ سامان افتح لايف على التامر. انا اليوم وياك نجي للتامر صار 66 دقيقة اريد احكي. وينك اخ سامان؟ ما خليه تقرا جاي تكتب لك نايم. شوف حقين، وانت بعد اخطيت صراحه. لا انا ما اخطيت، انا معصوم، انا رجل ضد الخطا. طيب لي ساعه قاعد اقول انا اخطيت وجيت واعترفت عند العالم. قلت لكم قبل شوي كنت يستفزني الشخص اللي يعني انا اللي مفطر فول ولا انت اللي مفطره فول؟ حتى الجمهور وياي. اخ تامر انت ظالم وعنصري علي، انت ولارا وليو.
وينك يا خسامال؟ تعال انقذني. خسامال اريد اسالك سؤال. طيب كاكا بس خلنا نرجع لصلب بالموضوع. شوفوا، الاعتذار بعمره ما نقص من قيمة الإنسان. الاعتذار بكبر من الإنسان، خصوصا لما يعرف إنه فعليا أخطأ. فللأمانة الرسالة اللي وصلت الآن أختي إيمان رسالة قسما بالله العظيم إنها تدرس. يعني برافو عليكي عزيز وغالي يا ليو، عزيز وغالي. الله يسعدك إنك عرفتي إنك أنت بمرحلة ما أخطيتي، وإنه إنسان براجع نفسه. والدنيا ترى يا جماعة، الدنيا حياة وموت. فالإنسان اللي عن جد مخطئ بحق إنسان والله العظيم يستغل اليوم قبل بكرة، ويطلع اللي بقلبه ويحكي إنه أنا غلطت، أنا بعتذر. الاعتذار والله برفع من الإنسان ما بينزل منه. فأي إنسان الآن يعني غلط بحقي، أنا فاتح باب الخاص يجي يعتذر وأنا مسامح، ما عندي مشكلة. أي تفضل. أعتذر منك أنا بعد من اليوم فاتحة باب الاعتذارات. أعتذر منك إذا رايقتك بيوم أو غلطت بحقك. أبد الله يسعدك إيمان، بالعكس ما شفت منك إلا كل خير. صح. فيولا مثلا، فيولا إذا حابة تعتذر فيولا مثلا. أي محمد تفضل. اليوم أخ تامر راح يودع الحياة من هسه مقدما مكان الجنة. طيب خلوني بقول لكم الحقيقة، أنا لعبت عليكم عشان تجون تعتذرون مني. أي أحد يجيب طريق حش رجليه حش يا حبيبي، يعني تحسبها سبهلة؟ لا يعني بتتكلمون وبأسكت لكم. لا يا حبيبي، ثامر هو ثامر، بس يعني أعطيتكم فرصة عشان نضبط الأمور، فاحذر انت وياه. رجعت للصفر فقط. شوف ثامر، الموضوع اللي حكيت فيه قبل اللي قلت على اللايفات، شوف أنا قريته بواحدة قراية أخرى. ممكن أنه في حسب وش شفت في الموسم الثالث والرابع، أنه مثل لايفات مثلك أنت ولايف دبليو وكذا ما يستقبلوش مشرفين. مثلا مشرف المشتركين يطلع عندك لايف مرة واحدة يوضح فكرة أو كذا، وما يطلعش عندك مو كل يوم يعني يجلس عندك. فهم يقول لك فهموا اللعبة، يقول لك ليش احنا ننتظروا أنه ثامر أو اللايفات هذه المعدودة هي اللي تحدد مصير المشتركين تاعنا، وخاصة أنه المشتركين الموسم الثالث والرابع وكذا كلهم فانزات، يعني خاصة يعني كانوا فانزات لمشتركين. فيقول لك لا، لازم نديروا منصة تكون ضدهم. المنصة هذه احنا نتحكموا فيها. كيف نديروا؟ مثلا ثامر كان يصعد مع أشخاص هذا أصبحوا ما يصعدوش معاه، ممكن فتحوا لايفات وحدهم، يجوا هذا المشرفين أو فانزات الأشخاص يصعدوا عنده، يقولوا له قول أنت لايف محايد، يقول لايف محايد، يبدأ يعطي في آراء، وهم دائما تلقاهم جالسين ويحلوا معه على أساس أنهم محايدين. فصاحب اللايف ممكن في البداية ينغرب المشاهدات تصعد عنده، وبعدها مع مرور الزمن راح يلقى هو نفسه أصلا أصبح صفحة رسمية أو ناطق رسمي بالنسبة للمشتركين. فهذا الشيء اللي خلاهم يكثروا. فكل مشترك أو كل فانز يبعثوا أشخاص من عندهم مشرفين أو كذا، يروحوا لايفات، تلقاهم دائما جالسين في اللايفات هذيك ويحلوا من هذا الأساس. لأنه لو قدروا أنهم يتوغلوا في لايفات اللي كانت موجودة في الموسم الثاني كما قلت أو موسم الأول، لو أنهم ما داروش منصات تكون منافسة، يعني ما زادوش لايفات منافسة، ولكن لعبوها بطريقة أخرى. أنا أشوفها بهذه الطريقة. يقول لك ليش نحطوا مصير مشتركين في عند أشخاص، عند 3 أشخاص أو 4 أشخاص؟ يقول خلينا إحنا نبنوا مصيرنا أحسن. وصراحة نجحوا فيها لمدة يعني زمنية، وموسم ثالث كل يعني الخطة مشات بطريقة رائعة جدا، أنا أشوفها هكا. وهذا رأيي في الموضوع. بس شوف يعني لزقوا بالمحللين، يعني قصدك ده؟ شوفي دوك نقول لك كلام محمد مضبوط 100%. بس يا محمد، انت لو تشوف هذه اللايفات اللي انت تتكلم عنها، تلاقي الجمهور اللي موجود في هذا اللايف هو جمهور هذا المشترك، فما في فايدة، لأن الجمهور هذا يحاول دائما تلاقيه مهما، حتى لو مثلا
لايف محايد، يعني محايد حقيقي، مو محايد واللي عنده فانز تكلم او جاب طاري، تلاقيهم ينهارون ويتركون هذاك اللايف يجون عنده، لانه تبقى الكومنت اللي تلاقيه موجود فيه جمهور حقيقي، مو فانز، جمهور محايد ممكن يكون او من مختلف الفانزات، متنوع. هذا اللي تلاقي فيه يعني ممكن يكون فيه تأثير. لكن اللايف اللي يكون اصلا اللي في اللي موجود فيه هو فانز لهذا المشترك، ما اشوفه يعني. شوف هو ما يأثر ثامر، ما أدري يعني. لو كانت تلاحظ أنت، شوف لو كانت تلاحظ أنه لما تكون مواضيع حساسة في الحلقات، مثلا كان موضوع حساس أو موضوع مبهم، يعني مو بين شكون الشخص اللي عنده الحق وشكون الشخص اللي ما عنده الحق، ففي ذيك الحلقات لو كانت تلاحظ تلقى أنه لايفات المحايدين هم اللي يصعدوا لايفاتهم، أما لايفات اللي منسوبة إلى مشتركين تلقى لايفاتهم مصاعدة، لأنه الناس كلها عارفة رأيهم في الموضوع. مثلا أنا أقول لك لايف هذا لمشترك إكس، أنا أعرف هذا اللايف راح يوقف مع مشترك إكس، نروح اللايف الآخر اللي مانيش عارف رأيه وش يكون، هل راح ينصفوا المشترك اللي راهم يتبعوا فيه أو لا. فلو كانت تلاحظ في الأيام اللي تكون مواضيع كبيرة فتلقاهم هم اللايفات اللي يكونوا محايدين، وبناء عليهم هذه اللايفات راح يجيها هجوم. إذا وقفوا مع المشترك اللي حابينه واللي فيها اللايفات الأخرين راح تلقاهم يطبلوا له، وإذا لقاوه ضدهم ففي ذاك اليوم راح تلقاهم يهاجموه. ممكن وفي النهاية سياسات أكيد. السياسات بعدين الخبرة تراكمت عند الفانز، فصاروا يخوفون بأمانة، يعني ما عاد هم سهلين. يعني حتى طريقة التسويق للمشترك صارت مختلفة، حتى طريقة الهجوم على اللايفات صارت مختلفة، حتى طريقة التجيش صارت مختلفة، فكل سنة يفاجئونك. يعني الفانز خطير ترى. ثامر بسيزن الثاني هواي انظلمت مشتركين من وراء هاي اللايفات اللي انت هسه تتكلم عنها، لأن ماكو لايف محايد. يعني هواي ناس انظلمت، وهواي ناس جاها هجوم، تصفية حسابات، هجوم غير مبرر صراحة يعني. وكان اللايفات يعني أبسط، يعني أكثرها ماخذين جانب وتطبيل وبصورة فظيعة، وهم اللي صوتهم مسموع. يعني على الأقل هسه أكو ناس هواي محايدة، على الأقل هواي ناس يعني صوتها مسموع. يعني كانت يعني تقريبا 3 لايفات موجودة صوتها مسموع، وكانوا كلهم يعني ماخذين طرف ويطبلون، وإحنا شفنا هذا الشيء ما نقدر ننكره يعني. وكان ظلم المشتركين، وظلموا هواي مشتركين من وراء هذا اللي صار. يعني صراحة أنا أشوف اليوم أفضل بهواي. أفضل شلون؟ وين الأفضلية؟ على الأقل اليوم اللايف محايد راح يظل يخاف على الأقل، ما يقدر ياخذ طرف، لأن لايف الناس اليوم صار عندها أحس إنه وعي اليوم إذا أنت مو محايد تطلع من عندك، يعني بس مجرد إنه تعرفك أنت ماخذ طرف ما تتابعك. قبل مضطرة تسمعك، لأن ماكو صوت ثاني ينسمع غيرك، يعني مضطرة إنه الناس تسمعك. هسه لا، ما عجبهم يعني عجبهم ما عجبهم طلعوا من عندك، لقوا لايف ثاني غيرك اللي احتمال محايد أكثر من عندك. هذا قصدي، يعني فهمت قصدي؟ بس وأنت تتوقعين إن الفانز يدور لايف محايد من وجهة نظرك؟ لا، ما يدور لايف بس أكو ناس واعية يعني ومحترمة اليوم تريد كلمة حق، على الأقل تريد تنصف، يعني ما تريدك إنه عادي انتقد سوي، بس تريد كلمة حق، يعني على الأقل احكي لك كلمة الصراحة. أنت شاهد وأنا شاهدة وكل إحنا شاهدين على سيزن يعني 1، يعني كان كارثة 1 2 3، يعني كارثة يعني كان الانحياد، التطبيل، ماكو عدالة، مشتركين ظلموا. يعني الصراحة
يعني اليوم اللي دا نشوفه اليوم أحسن على الأقل. صحيح اليوم أكو ناس يعني منحازة، بس اليوم لا، على الأقل الناس اليوم من نشوف هذا اللايف مو محايد وتشوف هذا اللايف مو شو اسمه، على الأقل تطلع من عنده تلقى لايف ثاني. أنا هذا بوجهة نظري يعني أقول أحسن، ومثل ما أنا أيد كلام اليوم أحسن، هواي أحسن يعني. والله يا ثامر من كنت تحلل وحدك بلا قستات افضل. هذا صار سيزن 3، سيزن 2 كان قستات. لايف ثامر سيزن 4. سيزن 4 ما يعني ما حللت كثير، يعني يمكن الشهر الاول بس يعني، وبعدين خلاص ما عاد صرت اتكلم عن الحلقات نهائي، لانه بصراحه هذا ممل اسقاط، يعني. هذا اسقاط من فيولا على المحللين اللي يطلعوا معاك، ولا اقبل فيه نهائيا. والان تعتذر، الان فيولا تعتذر. يلا الاعتذار يكون صوت. ايوه، ما نقبل الاعتذار سيزن يكون 2 ثامر اقل مشاكل او 3. مشاكل كلايف يعني كمشتركين. سيزن 2 مشاكل كلايفات سيزن 3. ارحب يا فيولا، اهلين. أخ تامر ممكن سؤال؟ ايه تفضل. ممكن تغير موفق الموضوع محمد بالتوفيق. ما التسامح من هاي السوالف. طيب احنا نتكلم عن اللايفات مو بالتسامح. تفضلي تفضلي يا فيولا. إيه حياك الله. هلا جميعا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ حياك الله بخير ونعمة. شلونك انتي؟ والله الحمد لله بخير، الحمد لله. بس ثواني والله. اهلين اهلين فيولا. تسقط علينا يا فيولا على المحللين. اي مشغولة. أخ تامر شنو رأيك على الصومالي اللي غيرني؟ خلاني أشوف الناس كنت بالواقع. بينا نتكلم عنك يا كاكا صح؟ لا مو علي، عوفني أنا ما أريد. الا أنت تقول شنو؟ اتركوا المحتوى اللي تسولفون عنه وتكلموا عني. لا مو عني، هسه تعوفني. أنا ما دا أسألك سؤالك هذاك اليوم بالكومنت قلت سامال غيرك، شنو اللي غير بيه؟ هو هذا سامال هناك واقف بالمشاهدة دا يشوف. لا لا لا، سامال ما غيرك ولا شيء. لا غيرت ليش نفسك. غيرت الموضوع؟ ليش غيرت رايك؟ لا لا، انا اشوف انه ما غيرك. انت اصلا فيك هذه يعني نعرة المشاكل والهوشات موجودة جاك فيك، من وانت تروح حسبك. تجيب مشاكل سامال، تتشكى عنده وسامال يفزعلك. يفزعلك انت شفت لايف اكتشفت البارحة يا ثامر؟ شفت لايف البارحة؟ بدون هجمات رجال. لا بس انا كل ما هو رحت عند يسب هو سامال يسب الكردي وسامال يترجم. يا اخي سامال يترجم غير شيء. اي والله يا سامال. اقول لك في البدايه انا توقعت انه سامال يعني اول مره، بعدين صرت اجي كل يوم اشوف كاكا يتشكى عند سامال. سامال طقوني، سامال قالوا لي، يا سامال هاوشوني، يا سامال. هو اخ سامال هو يقول اذا احد سبك تعال علي، انا دافع عليك يعني. انا مو اروح ازعل. انا اتوقع سامال يعني تحسف على الساعه اللي قال لك اذا تهاوشت تعال لي. اي والله اتفق، والله تندم على الساعة اللي قالك تعال اشكيلي. بس انت تقول معلش لا تدخل، لا صرت طباب خير الي ولا على غيرها. اطبل منه اسمع. ايه كاكا دير بالك. لا هو الولد الرجال هو قال ذاك اليوم سبوا القوميه، قال تعال انا وياك، اللي جاب اسمك يجيب اسمي.
تامر، بما انه فاتحين فقرة المسامح كريم ومستضيفين السيد ليو، فيعني أنا طالبه الصراحة باعتذار. البارحة أساء لي ليو، بما انك يعني صاير ثامر قرداحي. لا أنا ما سويت ثامر قرداحي، أنا بالعكس جالس في مكاني و ساعة نسمعك. ما أبي الناس تتصالح أبدا، أبي أنا أكون متصالح مع العالم، لكن أنتم تهاوشوا، وش دخلني فيكم؟ لا أنت مكلوف، أنا مكلوف يا فيولا، أبيكم تتهاوشون وكل يوم أفتح لايف أنصحكم وأخذكم محتوى. صار لك ساعتين تنصحهم والمسامحة. أنا طلعت أطالب ليو باعتذار البارحة، تقبل طردنا من والله ما أنصح صراحة ليو إنه يعتذر، أتمنى إنه يعلمنا الأسباب. إيش الأسباب أعتذر. اللي خلتك إلا أنا يعني هي وش مسوية؟ أنا بعتذر من نفسي إني صعدتها أمس وأعطيتها راحتها تحكي وتأخذ وتعطي، وأنا نعسان وتعبان وزعلانة إني قلت لهم هذا آخر سؤال اسألوا لإني والله تعبت. تقول لك تعال أنت طردتني. لا خلوني بالعمارية ويسألوني كل ما جاوب يقول لي اختصروا. بدي أنام أنا، نومي أهم والله. وين حرية نومي أهم من سوالف النسوان. أنا بدي أنام. ليش مصعد؟ ليش فتحت لنا لايف وشيرنا وبعدين قلنا ليش صاعدين تحجون؟ خلاص انعست يعني، بضلني معاكم للصبح تخلصوا انتو يعني. حد قال لك افتح لايف وانت نعسان؟ ايش دخلنا احنا شنو ذنبنا؟ جاي انعست فجأة، كنت تمام اموري وكنت مصحصح وفجأة انعست. والله ايوه، احنا شنو ذنبنا تقوم تطردنا من اللايف؟ شو ما وقفت الا على لايف؟ روح افتحي لك لايف، ما انت صاحبة لايف فيولا. لا ايش دخل يعني جايب لايف احش معاك؟ خلصت حش، انا بدي انام. ايوه انت بس خلصت انت حكي ومن جا دورك قمت تقمعني وتسكتني وتريد تسد اللايف بوجهي. فيلا انت حساسه فيولا، انت حساسه للامانه يعني. الموضوع مش مستاهل يعني. فجأة وطلعوا شوف الطرد، شوف كم مره قمعتنا وتقول يلا. والله طاقة التشر حقت كاكا صارت بفيولا. لا وليو هسه اروح على بن بلدي على سامر مزعلك يا ليو. هلا حبيبتي 90. هلا ارحبي يا ميمو. فيولا شو جماعة منو فاقد شمشوني ولا بس أنا فاقدته؟ كلنا والله. شوف شمشوني توظف وصار مشغول ما شاء الله. والله انا فاقده شمشوني. طيب فيولا شوفي بس بقول لك كلمه. انا والله عبالي تمزحي، بس اذا انت حازه بخاطرك هالقد الموضوع فخلنا نوضح لك. فيولا انت من الناس اللي قريبه جدا جدا جدا، واعزها للامانه، اعزها جدا. فلما يعني احكي بالمونه، يعني بمون عليك لما اقول لك والله انا عسان بدي اسكر اللايف، اتوقع انه مش محتاج اشرح لك ليش انا حكيت هيك. يعني الموضوع بسيط، يعني بمون عليكي انه خلص يعني انا تعبان. والله اذا انت متحسس من هذا الموضوع فانا بعتذر، اذا انت متحسسه انا بعتذر. لا شوف نايف بس انا ممكن اقول بما اني يعني ثامر قرداحي، انا بقول يعني احيانا الانسان يتجاوز ويخطي، بعدين يقول والله بمون عليك. وشو تمون علي؟ تشرشحني؟ تمون علي ما تحترمني؟ يعني ايش العذر هذا اللي قاله ليو؟ الله يقدرك على فعل الخير يا قرداحي. لا ليو أنا عادي، حتى لو يطردني عادي يمون علي. على شنو يعني؟ انت جاي تجيشني لو جاي تحلها لو تخربها اكثر؟ مثل ما صار يعتذر. أهلا فيولا. هلا حبيبتي ايمان، شلونك؟ خيرك وشلونك؟ عاش غاليك بعد قلبي حبيبتي انتي. انا بس حابة استأذن، بس ما علي سوري قاطعتك. شكرا ثامر، شكرا جميعا، تمسون على خير ويومكم سعيد ان شاء الله. حياك الله. تمرون على شيء؟ سلامتك. هلا والله هلا. مع السلامة. هلا ايمان ونورتي. انت جاي تشكي مشكلتك عند الشخص الغلط. كم مرة قلت لك هذا البني ادم راعي مشاكل، راعي فتنة. لا يغرك السماح وطيبة القلب اللي طلع لي فيها اليومين. ترى ما عنده سالفة، حقود مشكلجي فتان. تأمر معروف ما يتغير، لا يقص عليكم. طالعة تتشكي عنده علي. مثل ما تعتذر مني لازم تعتذر مني. صار 5 مرات معي. اقول دز امها انت وفيولا وثامر، ما انا معتذر من احد. اقول لك انت صاعد بلايف وتجيش عليه وتخرب عليه. ليو عيب عليك ترى. ليو انت صاعد بلايف وتجيش عليه وتخرب العالم عليه. على مين؟ ثامر؟ على ثامر. اطلعي منها انت، ما دخلك. ليو
مثل ما تسوي تسامح لازم هم تسامح. خرب عليك ليه؟ يعني انت ترى قاعد ببيتهم قاعد تخرب عليه. لا ثامر ما يزعل. طيب انا بتزعل جيش عليك ويخرب لايفك ويستقطب فانزك. يطلع له ثامر، انا وياه واحد، لايفي لايفه ولايفه لايفي. ايه انت عاد تستقطب فانز وانت عاد تجي تخرب عليه جيش عليه والفانز راح يجي عندك. امون عليه ويمون علي. سبحان الله. يا الله يصفي القلوب، الله يصفي قلوبكم. امين، يصفي قلبك. يلا باي، يعني صدق وثقت بيكم اثنينكم طلعت اطلب يلا باي. الله يحييك. هلا انا وش دافعت عنك وما تبين دفاعي؟ ما انزل الا اخذك. لا لي ترى عرفت امزح معانا ونضحك البارحة بالله عادي والله. بس طلعت امزح معاكم. يلا شكرا على الجيست، شكرا على الجيست ومع السلامة. عزيزة وغالية فيلا، الله يسعدك. هلا والله. والله سامر راح اجي عليك اشكيلك، انت تفتح لي فانز لايف ابن بلادي فانز الوطنية، راح اجي على سامر اشكيك يا ليو. يلا باي. يلا سامر يعني فيلا اكبر فانز وطني، اكبر فانز عراقي، عندها مرتضى عبارة عن العراق. تشوف حميد تقول هذا ريحة العراق. ايه فتوجهوا الى سامال. سامال كبير الفانز العراقي. وانا هم اليوم راح انزل عليك اليوم يا سامال اطمئن. مش تفتح فيني سامال لايف، دير بالك. طيب يا اخوان انا بستاذنكم، ينادوني والله على الغداء، فنشوفكم على خير في امان الله. ما راح اسامحك. بس اقول لكم اخر شغله، ولد بلادي خط احمر. يلا سامر نمشي نفتح بيهم لايف. مع السلامه. يا تامر ما راح اسامحك. تامر تامر خليك مثل ما انت، لا تتغير. تمام ان شاء الله. نقول ان شاء الله دعواتك بالثبات، دعواتك بالثبات ان شاء الله. الله نشوفكم على خير. لو وقف لا تروح. صار لك ساعتين فاتح لايف ما خليتوني احكي، قمعتوني بألف مره. يلا قل يا كاكا قول. شنو اقول بعد؟ كل ما راحت بعدين ما نحكي للحائط. الناس تسمعك. لا عادي خذ راحتك، بعدين نلتقي ان شاء الله. الله يسعدك. يلا في امان الله. شكرا يا علي، شكرا جميعا يا لكم. حبيبي. السلام عليكم. يا غلطة يا حبك في قلبي سكن، أحبها والله أنا